الإلكترونية. هنستعين في هذا الحوار بضيفنا وضيف حضراتكم الدكتور يحيى أبو الحسن، رئيس المنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد والسادة المشاهدين. دكتور، في البداية كده يعني مستوى رضا حضرتك عن التناسب ما بين المقومات السياحية المصرية وما بين العائد من هذا القطاع؟ يعني ما ينفعش يبقى السؤال ده شخصي، السؤال ده لازم يبقى سؤال عام. نقول احنا كلنا هل نرضى عن هذا المستوى ولا لا؟ طبعا ما فيش شك ان هو يعني بدايه كده في اول البرنامج ساخنه. نقول طبعا لا، طبعا لا يمكن ابدا ان احنا ننفع نقول ان احنا المقومات السياحيه اللي عندنا توازي عدد السياح اللي بيجي لنا. احنا بنحاول طبعا محاولات مستميته، سواء الدوله او سواء الناس او سواء الشركات او سواء القطاع الخاص او العام، الا ان احنا في الاخر لابد ان نعترف ان النتيجه بعيده جدا عن الواقع وبعيده جدا عن المأمول او المفروض يكون. احنا كبلد مصر فيها كل مقومات السياحه، كل مقومات السياحه سواء الفرعونيه او طيب انا بقى عايز اقف شويه بالتفصيل، بما انه ده اعتراف كده يعني بدايه عايزين نبني عليه، نقول ايه مقومات مصر السياحيه للمشاهد اللي بيشوفنا النهارده واللي عايز يتعرف على المقومات، باعتبار كمان ان احنا، ومش عارف حضرتك هتتفق معايا في الوصف ده ولا لا، احيان كتير بنقدم صوره نمطيه عن مصر انها جمل وهرم. لا، هو ده المعلومه عندنا طبعا بره، يمكن ده برضو كان جزء كبير جدا من سوء التسويق لمصر. انما عايز اقول ان مقومات مصر السياحيه هي المقومات الوحيده المتكامله في العالم كله. احنا عندنا سياحه فرعونيه لا يضاهينا فيها احد، سياحه رومانيه، سياحه قبطيه، سياحه اسلاميه، سياحه علاجيه، سياحه صحراء، سياحه بحر، سياحه غطس، سياحه. يعني اقصد ايه نوع السياحه اللي حضرتك ممكن تتخيله او يتخيله معايا السيد المشاهد ومش موجود في مصر؟ كله موجود في مصر. الجو بتاعنا تقريبا يمكن في شويه في الحر، شهر اغسطس ويوليو واغسطس وكده شويه حر، لكن في الاخر هنقول مجمل الجو العام بتاعنا طول السنه جو رائع. سياحه الجولف تنفع عندنا، سياحه الرياضه، السياحه الرياضيه تنفع عندنا. مفيش ولا نوع من انواع السياحه ما ينطبقش على مصر انطباق كلي وجزئي. حتى الانواع الجديده من السياحه زي سياحه المغامرات وسياحه المؤتمرات والمعارض احنا لو قلنا سياحه المغامرات، طبعا الادفنتشرز دي بيسموها، يعني الادفنتشرز دي احنا مصر رقم واحد فيها. يعني لو حبينا نتكلم عن الصحراء والمغارات يعني السياحه اللي هي فعلا فيها اثاره، موجوده في مصر بكل ما تحنيه كل الكلمه المعاني كلها. كل انواع السياحه زي ما قلت لحضرتك كده في مصر لا يضاهينا فيها احد. طيب. من امريكا لحد اصغر دوله في العالم. امال لو ده الحقيقه، واكيد هي دي الحقيقه بما انه حضرتك متخصص واكيد مطلع بشده على هذا المجال، ليه يعني عدد السياح اللي بيفدوا الى مصر لا يتناسب مع هذه المقومات؟ لان الموضوع حضرتك ده منظومه كامله. يعني ليه ده موضوع بقى يبدا من اول الهرم لحد القاع، ومش اقصد الهرم اللي هو الهرم الاكبر والاصغر، لا اقصد هرم المنظومه. اول ما حضرتك نقول ان البنيه الاساسيه في مصر، احنا لما نيجي نقول مثلا النهارده مصر ايه اللي بينافسنا في الشرق الاوسط؟ تركيا. تركيا النهارده ايه اللي عندها بعض الاثار الاسلاميه وبعض الاثار هقول الرومانيه او القبطيه بسيطه جدا، لكن غير كده ما عندهاش. بقى بعد كده سياحه بحر وسياحه، لكن البنيه الاساسيه عندها عاليه جدا. انا اتفاجئت وانا يعني بقرا شويه ارقام ان تركيا بيزورها سنويا 22.5 مليون سايح. 24 مليون سايح. 24 مليون سايح. دي كانت ارقام 2007 ال 22. واحنا في ذلك الوقت 12.8 مليون. فلما انا اجي اقارن تركيا اللي هي المنافس الاول اللي هي في الشرق الاوسط، وكمان مستوى الانفاق عندهم، لان هم مترتبين يعني متقدمين عننا قوي في مساله ترتيب الدخل. مستوى الانفاق السائح هناك أعلى اكبر طبعا من هنا بكتير، اعلى من عندنا كتير جدا. هو صحيح يا دكتور انه يعني نوعيه السياحه اللي بتيجي مصر هو السائح الفقير؟ لا 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 لا, لا دي مش حقيقه. هو يمكن تقول حاجه ان احنا طريقتنا في التعامل تخلينا نقع في هذه النقطه. يعني احنا طريقه المصريين في المنافسه، حتى ما نقول بعيد بقى عن الدوله وبعيد عن اي حاجه خالص، يعني طريقه مش مظبوطه. احنا مثلا نحرق الاسعار الشعب، يعني نحرق الاسعار. انا لقيت فلان ده بيبيع بكذا، لا انا عايز اكسب البتاع، مش احط جوده احسن او احط حاجه زياده في الخدمه، لا، او على طول مباشره اول حاجه واسهل حاجه ننزل السعر. فده بيخلينا طبعا شويه نبقى الانفاق عندنا اقل، لان انا اللي بسعى كده. انا كتنافس طبيعي. بالمقابل ايضا المفروض ان هو يكون يعني عامل جذب العدد اكبر من السياح. ما هو كويس، ما هو ده الحاجه، ده اللي احنا بنقول عليه بقى ان هو حاجه غلط. هو انت حاجه لما تحرق الاسعار معتقدا ان ده اللي هيجيب لك السياح، غلط. ده هيجيب لك اولا زي ما حضرتك قلت كده سياح اقل في المستوى، ثانيا عدد اقل. لان انت حضرتك لما تكون بتدور عن الجوده او بتقدم الجوده بالسعر المناسب، هو ده اللي يرفع عدد السياح عندك، ويخلي عندك المنافسه بينك وبين الدول كلها قويه جدا، ويخليك دايما مقصد سياحي عالي المستوى، ومستوى دايما الناس ترغب ان هي تحضره. فانا حضرتك لما تيجي بقول لك نرجع تاني لتركيا ومصر،
تصدم حضرتك لما تلاقي ان انا ما عندوش اي مقومات سياحيه توازي مقوماتي. لكن هنقول بقى حضرتك من اول البنيه الاساسيه، الشوارع، الطرق، المواصلات، تليفونات، اتصالات، كلها هو بينفق فيها انفاق عالي جدا جدا، وبالتالي مستواها اعلى من مستواك. فده طبعا هو بينفق فيها كدوله، يعني طبعا ما دي مش شغلتي ولا شغلتك ولا شغله اي حد. صحيح. هو بعد كده لما يجي نقول الاعلام، هو بينفق في الاعلام عنده هناك اعلى ما انت بتنفق في الاعلام هنا. احنا في مصر مثلا نعرف نجلد نفسنا كويس قوي، تلاقي كل القنوات ما شاء الله بتجلد في مصر، بتجلد في بعضنا يعني. لكن مفيش مقومات ان احنا نقول ازاي نسوق مصر. فده برضو مش كويس يعني. احنا لابد ان ننقد نفسنا لكن بالقدر الكافي، ولابد ان نوجه جزء من طاقتنا. مؤخرا كان في حمله اللي هي بتاعت نورت مصر تقريبا، دي السنه اللي فاتت وتوجه لها انتقادات شديده يعني. ما هو برضو احنا عايزين نقول ان هو ده اسهل حاجه عندنا، ان انا اوجه نقد لبرنامج حضرتك. لكن النقد ده بناء بقى ولا هدام، هي دي برضو لازم نقف عندها ونقول المنظومه كلها عايزه تتغير. المنظومه كلها اعتبارا حضرتك من نظره الدوله للسياحه، او نظره الدوله للدوله من ناحيه البنيه الاساسيه نفسها، من ناحيه المزارات السياحيه. حضرتك مش عارف اخر مره زرت الهرم امتى؟ انا زمان قوي، وكانت ذكريات سيئه الحقيقه يعني. كانت ذكريات سيئه لان من سوء حظي انه في اليوم ده كان يعني حضرتك هتضطرني ان انا اتكلم في الموضوع ده. كان في حفله في اليوم ده لمطربه عالميه، وكنا رايحين في الميعاد المعتاد يعني اللي المفروض ان احنا نروح فيه، وقالوا لا ده احنا النهارده بنقفل بدري علشان عندنا حفله، عشان عندهم حفله. لكن هو انا عايز اقول لحضرتك ان المكان نفسه لا يليق بان هو الاثر الوحيد الموجود من عجائب الدنيا السبعه القديمه، واللي ما دخلش في عجائب الدنيا السبعه الجديده لانه ما ينفعش يدخل، لانه فوق مستوى المنافسه. ودي حقيقه. انا عايز اقول ولا احنا ما قدمناش لان احنا كنا خايفين، وقال ان ربما يكون في مؤامره. ما ينفعش ان احنا نخاف. اقصد انت الهرم اللي عندك ده ما ينفعش حضرتك تخاف بيه، لان حضرتك لما تكون النهارده انت مذاكر كويس ما تجيش تقول لي لا اصل انا ما رضيتش اخش الامتحان اصل خايف يكون الامتحان. مستحيل. خايف من ايه؟ انا مذاكر كويس. فانا لا طبعا اثر الهرم اثر لا يستطيع ان ينازعني في احد. انا يعني عرفت في وقتها ان احنا ما قدمناش في المسابقه دي، والبعض قال انه ربما يكون النظر مش للاثر في حد ذاته. انت حضرتك تعلم المكان والجو المحيط بيه ومستوى الخدمه في المنطقه عامل ازاي، واظن ليك تحفظات كتير على هو ده اللي عايز اقول لحضرتك بقى. انت بتقول انا زرت الهرم اخر مره من زمان قوي، انا زرت الهرم اخر مره من اسبوعين تقريبا. وكل مره الواحد بيزور الهرم سواء بقى معاه ضيوف او معهوش ضيوف يعني يعني الالم يعني بيعصره ان ده المكان ده كيف يعني لا نستطيع ان نجعله جنه الله في الارض. كيف لا نستطيع ان نجعل هذا المكان يضر الينا مش دولارات. كلمه دولارات دي كلمه بسيطه يعني. ذهب والماظ ودولارات ويورو وكل حاجه، لان مكان فريد. مفيش انا عندي رقم فيما يخص منطقه الاهرامات دي بالتحديد يا دكتور، بيقول انه ساحه التايمز في نيويورك زارها في سنه 2007 35 مليون زائر. الاهرامات الهضبه بتاعت الاهرامات زارها في نفس السنه 3 مليون زائر. ما هو حضرتك القياس انت حضرتك بتقيس بين حاجتين غير متكافئتين، وبتقيس بين جوين غير متكافئين. فاحنا يعني عايزين نقول ان اللي زار الشرق الاوسط زار فين تاني يقابلنا. خلينا نبقى منطقيين، بلاش نقارن نفسنا بامريكا، وبلاش نقول برج ايفل مش عارف زاروا كام واحد. ويعني هو مقومات برج ايفل وقربه من اوروبا وقرب الدخول والخروج من اوروبيين لبعضهم، ده موضوع يعني يحتاج برضو ان احنا نحط. ما احنا عايزين نقول حاجه دايما في كمان ابعاد سياسيه للسوق الاوروبيه والاتحاد الاوروبي وسهوله الانتقال بين دول الاتحاد. مظبوط. فعايزين نكون منطقيين، واحنا حتى بننقد نفسنا. احنا بننقد نفسنا. احنا بنقول ان منطقه الهرم منطقه ما ينفعش يزورها 3.5 ولا ينفع يزورها 5 ولا ينفع يزورها 10. لكن ما نجيش نقول بقى لا 35. اصل مش ده يعني اصل المنافسه اللي يجب ان انا احط نفسي فيها عشان ما يبقاش في احباط يعني. بالظبط كده. وعشان ابقى منطقي مع الاحداث. لكن المهم اننا لابد ان يكون هناك مشروع قومي يقول ان الهرم ده لابد ان يكون يعني اجمل مزار في العالم. ونعمل بقى مسابقات عالميه، ونعمل كوميونتي اللي هي مجتمع حوالين الاثر ده، وازاي ان الناس تتبرع له وتدي له افكار وتزوره وتحس بارتباط بيه. ده مش حاصل. طب خلينا نبدا برقم واحد، ازاي ننظف حواليه يا دكتور؟ يعني ده احنا عندنا ازمه كمان، شيء مستفز. وانا رحت كتير من الاماكن السياحيه في الاقصر واسوان وغيرها، بتلاقي حضرتك المكان اللي بيمشي فيه السائح او خط سيره نظيف جدا وشيك جدا، والشارع اللي جنبه مباشره. وانا شفت ده في الاقصر بس ما اعرفش لسه، ممكن نتكلم بالتفصيل بعد التطوير وتحويلها الى متحف عالمي مفتوح. بتلاقي مستوى متدني جدا، وده فيه استفزاز حتى المشاعر الناس اللي عايشين في المكان ده. بس يعني في نزلة السمان قريب جدا من الاهرامات تلاقي المستوى يعني
يعني ابسط حاجه الاهتمام بنظافه المكان. اتفق معاك في نزله السمان والهرم، واختلف تماما في الاقصر. الاقصر بقى لها سنتين بتنهض نهضه. لا انا بتكلم من 5 سنين. لا نهضه الاقصر الحاليه، ولذلك احنا يمكن حتى هنروح في الاخر المؤتمر بتاعنا ان شاء الله في الاقصر بشكل مفصل عن الأقصر. لكن الاقصر بالذات طبعا النهضه اللي بتحصل فيها دلوقتي حاليا، واللي قبلها حصلت في قنا، واللي بتحصل بالتوازي في اسكندريه، في بعض الاماكن اللي بيحصل فيها جهود حقيقي ملموسه، وجهود لازم نحييها ولازم نحللها الراس، ولازم نشكر القائمين عليها، ولازم نأيدهم ولازم نشجعهم، لان فعلا دي ناس بتقوم بدور واضح جدا، جهد رائع، جهد لابد ان نثني عليه. فالاقصر طبعا لا، الاقصر يعني اليومين دول الحمد لله بتتعرض لاجمل ايام يعني عمرها بعد السنين طبعا بتاعت اللي هي الفراعنه. صراحه المحافظ الدكتور سمير فرج قايم بجهد واضح جدا جدا جدا، بيستعين فيه بالقوات المسلحه، استعانه واضحه جدا بيستعين فيه. ده في اطار خطه من الدوله كمان بالظبط طبعا، مفيش شك يعني. مفيش شك. فاحنا لما بيكون في حاجه كويسه لابد ان نثني عليها. وصل لفين المشروع بتاع تحويل المدينه لمتحف عالمي مفتوح؟ والله انا اظن ان هو دلوقتي في اخر مرحله في الكورنيش خلاص، يعني هو دلوقتي بيعمل الكورنيش خلاص، هيبقى ممشى بس كورنيش فيه عربيات تمشي عليه. واظن ان هو لو قدرنا نتصل بالدكتور سمير فرج يقول لنا بالظبط الميعاد، لكن اللي انا عارفه ان احنا في بدايه 2011 في بدايتها خالص يناير فبراير هنكون انتهينا ان شاء الله من هذا الجزء الاخير من تطوير الاقصر، اللي هو طريق الكباش والكورنيش. طريق الكباش القديم اللي بيربط المتحف او معبد الاقصر بمعبد الكرنك. بالظبط كده. هو دلوقتي طبعا ده كله خلاص ازيلت الاشغالات اللي عليه بالكامل، وخلاص دلوقتي برضه سلم المنازل ايضا والناس زعلانه يعني، ولا تعوضوا بشكل كافي؟ لا هو حاجه ما ينفعش برضه، هذا اللي لازم نقوله لحضرتك. ما ينفعش ان اقول ايه ان احمد زعلان مقابل حاجه قوميه، ما ينفعش. اقصد ما ينفعش، لا يصح. ايوه بس يعني هذه الحاجه القوميه المفروض برضه تراعي احمد، يعني هل تم تعويض الناس بشكل مناسب؟ لا هو انا طبعا مش بتكلم بصفه رسميه طبعا، انا بتكلم بصفه يمكن هنا ساعتها شعبيه شويه. طبعا الناس اللي ساكنين والمالكين الاثنين عقود وتعويض جيد جدا جدا، والناس سعيده جدا. الناس اول طبعا كعهد اي حد في بدايه اي شيء بيعارض. صحيح. عرضت الاول بشده جدا مشروع الاقصر، ثم بعد كده يعني تفاعلت معه تفاعل رائع. ويمكن حضرتك النهارده لو نزلت الاقصر تشعر قد ايه الناس مرتبطه بالمحافظ سمير فرج يمكن من غير ما تعرفه، يعني من غير ما تعرفه شخصيا، لكن بدأ يحس ان مكانه نضف، بلده بقت يشار اليها بالبنان، في واي فاي في كل الاقصر، يعني في اي معبد في الاقصر تقدر تعمل اتصالك بالكمبيوتر وبالانترنت مجانا. فطبعا لازم يحسوا هم ان ده عائد عليهم وعلى بلدهم وعلى اقتصادهم وعلى بيوتهم، فيسعدوا. طيب انا عايز برضو يعني قبل ما نسيب المحور ده ارجع لمقومات السياحه. حضرتك اتكلمت في المقومات الماديه الملموسه، انا عايز اتكلم شويه بقى عن البشر، يعني كفاءة ومستوى العنصر البشري اللي بيعمل في السياحة في مصر، اللي هو ده يعتبر الواجهة بالنسبة لهذا القطاع. والله هو طبعا احنا بنقول ايه ان احنا ده هيبقى المخرج له طريقتين، يعني طريقة التعليم والتدريب. التعليم طبعا نقول ان السياحة والفنادق في مصر فيها 5 كليات تقريبا، 5 كليات بيخرجوا وعشرات المعاهد الخاصة. وعشرات المعاهد الخاصة. نعم اللي بيتخرجوا ايضا يحملوا بكالوريوس سياحة وفنادق بنفس الدرجة العلمية. مظبوط طبعا. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في الاخر ان الخريج بتاعهم اقدر اقول ان هو دون المتوسط للاسف الشديد، باستثناء كليه او 2 يعني. فلما نقول في الاجمال دون المتوسط. ثم ان التدريب في مصر لا ياخذ حقه اطلاقا، فبالتالي بقى هنخرج بالعامل اللي هو البشري اللي هو اهم عامل في الخدمه السياحيه الى نقط غير مرضيه. مش عارف تذكر حضرتك يمكن برنامج تلفزيوني كان قريب قوي جاب المسابقه بتاعه المرشدين السياحيين والاسئله بتاعتهم، يعني طبعا شيء يعني لما حضرتك تقعد وتسمع المسابقه تسمع البرنامج تشعر ان يعني حاجه مش لطيفه ان احنا نصل الى هذا المستوى من المعلومات العامه الضعيفه وعدم يعني تواكب العالم كله. دلوقتي الدنيا بقت يعني قريه صغيره جدا، لازم الواحد يبقى عارف كل اركانها وكل حاجه، فضلا عن طبعا انه يكون عارف معلومات كويسه جدا عن بلده. تمام. يعني عنصر برضو توفر المعلومه ده مهم جدا، وهقف مع حضرتك عنده، بس اذا سمحت لي بتليفون الاستاذ الهامي الزيات الخبير السياحي. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ الهامي، كنا زمان بنقول اللي يشرب من ميه النيل لازم يرجع له تاني، وانا دلوقتي بتكلم مع الدكتور يحيى ابو الحسن، يعني استشعرت من كلامه، وده برضو شعوري واظن انه ده عند الغالبيه، يعني انه مستوى تعامل المواطن المصري مع السائح مش على المستوى المطلوب. هل ده صحيح؟ بتكلم يا دكتور عن يعني مستوى الوعي عند المواطن المصري في تعامله مع السائح الاجنبي علشان يبقى واجهه لبلده. يعني هو انا ما اقدرش اقول المواطن المصري بصفه عامه، في بعض المواطنين
تأمين صعب. بعض المواطنين ما بيعرفوش يتعاملوا مع السائح، وخاصة اللي عاملين في المهنة بتاعتهم. ما هم دول الاساس اللي انا بتكلم وهم دول الأساس بقى اللي هم أوحش. يعني لو مواطن عادي ما عرفش يتعامل مع السائح ممكن، لكن لما المهني ما يعرفش يتعامل مع السائح أو يسيء معاملة السائح دي اللي أخطر. هو صحيح مصر من اقل الدول اللي السايح بيفضل انه يرجع لها تاني بعد ما يزورها، بعد ما كنا زمان بنقول ان اللي يشرب من ميه النيل لازم يرجع له تاني؟ ده مظبوط. يمكن انا عندنا في مصر النهارده معدل اللي بيرجعوا يزوروا مصر 4%. 4% السائحين اللي بيزوروا مصر. المتوسط العالمي 8%. يبقى احنا نص المتوسط العالمي. لو خدنا في الاعتبار ان ال 4% دول 3/4 من اصول عربيه اللي هم درسوا في مصر، فبيرجعوا لان عندهم بيوت، عندهم عمارات، عندهم شقق، يبقى اذا 1% هو اللي بيرجع. ده رقم اظن انه مفزع جدا. رقم وحش جدا ولازم نبص فيه لان ده جاي من طيب نحل المشكله دي ازاي يا استاذ الهامي؟ ده اولا داخل المهنه عندنا لازم احنا نثقف الناس اللي بيتعاملوا، وبعدين لازم يكون هناك حزمه صارمه من القرارات. يعني ادي لك مثل بسيط، الجمال في الهرم لما بيطلع السائح على الجمل وبعدين بينزله تاني، ده من الحاجات اللي بتسيء. على باب الفنادق بيبيعوا ورق البردي اللي هو اللي معمول من قشر الموز، برضه بيسيئوا للسائح. الناس اللي بيتلاقوا، انا عشان كده بقول انا اللي بيسيئوا هم الناس اللي بيتعاملوا مع السائح. لكن لو شفت المواطن العادي وسائح قال له شارع 26 يوليو فين، يمكن يوصله لغايه شارع 26 يوليو. ده صحيح، بس هو المشكله انه يعني نسبة تعرض السائح للمواطن العادي دي نسبة قليلة جدا يعني، لكن هو في الغالب بيتعرض بشكل مباشر ويومي وطول الوقت اللي هو موجود فيه هنا في مصر للناس اللي هم اللي المفروض انه بيقدموا له الخدمة دول. طيب جهات الرقابة المفترضة على الناس دي يعني ايه يا استاذ؟ لازم هناك رقابة صارمة. انا بقولها صارمة لان انا كنت رئيس اتحاد، وكانوا مرة صوروا فيلم عن الكلام اللي انا بقوله في الاتحاد في روسيا واذاعوه في التلفزيونات وقالوا ما تروحوش مصر. والكلام ده انا بعت زملاء من اعضاء مجلس الاداره وراحوا قالوا لا وبتاع. يعني الكلام ده خلاص ما عادش جاي. معامله اساس، والمعامله في حاجات كثيره، ان انا ما اغشش السائح، ما بعلوش بضاعه مش هي مظبوطه، ما بحاولش استغل السائح. لو لقى ان هو لا يستغل هيجي وهيتبسط وهيجي مره واثنين وثلاثه. استاذ الهامي الزيات الخبير السياحي المعروف، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. كلام اظن ان هو في سياق اللي احنا بنقوله ان احنا عندنا عيوب كتيره وان احنا مقوماتنا اعلى بكتير جدا من الدخل او المدخولات اللي بتجيلنا من قطاع السياحه. في شك طبعا. استاذ الهامي زيات طبعا حضرتك غني عن التعريف، ولما يعلق يبقى صعب ان احنا نعلق وراه يعني. انما فعلا الكلام اللي حضرتك بيقوله ان احنا المشكله مش في المواطن المصري العادي بس، اللي هي ما نقدرش نطلقها على علتها، ان طبعا هيبقى يعني خطر جدا احنا نتكلم كلام بهذا لانه المواطن المصري هو بطبيعته ودود وطيب لكن لما نقول ان الناس ومضياف يعني اللي بيقدموا الخدمه ما هماش قادرين يتعلموا كويس ويتمرنوا كويس ويبقوا على مستوى الخدمه، ثم انا بعد كده ببقى طالب ان انا اوصل ل 25 و50 و60 مليون سايح، العمليه شيء صعب. بقول لك هي منظومه، يجب ان ننظر الى هذه المنظومه من كافه جوانبها، اعتبارا زي ما قلت حاجه ثاني من البنيه الاساسيه انفراستراكشر بتاعت البلد نفسها، الى التدريب والتعليم، الى المزارات السياحيه نفسها ومستواها وتطويرها. فتيجي حضرتك تبص تلاقي بقى الكلام ده تقول لي ايه ده وزاره السياحه؟ اقول لك لا، ده وزاره السياحه، وزاره الثقافه، وزاره الاتصالات، وزاره الاتصالات، كل الوزارات المعنيه وغير المعنيه داخله جوه الموضوع. عشان في الاخر تقول لي حضرتك ان السائح ده بيخدمه وزاره السياحه، وزاره السياحه ما بتخدموش. وزاره السياحه بيجي السائح يمشي لا يعلم شيء عن وزاره السياحه، ولا وزاره السياحه بتدخل معاه في اي حاجه. وزاره السياحه يمكن بتحاول تعمل ترويج لمصر. ويمكن السبب في ده ان احنا قلنا في البدايه انه ما اقدرش افصل قطاع في الدوله عن باقي القطاعات الاقتصاديه، ده شيء اساسي. في شك اطلاقا. فلازم نقول حتى هيئه الاستعلامات، وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، مش لاقي حاجه وزاره اقدر اقول ان اعفيها او هيئه او جزئيه من المنظومه بتاعت البلد كلها اقدر اعفيها من التعامل مع السائح، وان هي مسؤوليه مباشره عن ان هي تساهم في
المنظومه السياحيه بتاعت البلد. يمكن المشكله ان الناس متصوره انه ليس في الامكان افضل مما كان، انه مصر اللي بيجيها 12 مليون سائح تقريبا ان هو كده تمام وما نقدرش نعمل احسن من كده يعني. لا ما ينفعش تقول كده حاجه. احنا برضه لو رجعنا تاني شويه قلنا الاقصر اللي بيحصل فيها هنا واللي حصل فيها قبل كده في عهد صراحه عادل لبيب المحافظ المحترم، لما برضه قبل ما يروح اسكندريه، هنقول ان ده بيقول ان احنا نقدر نعمل وعندنا امثله. فما تقوليش ما ليس في الامكان احسن مكان ودي امكانياتي كده وامكانيات البلد كده وامكانيات، ما هي دي جزء من البلد. هو انا لا اظن ان عادل لبيب او قبله عبد السلام محجوب او سمير فرج، مع احتفظنا طبعا الجميع بارقامهم المحترمه، نزلوا بسلاسل من السماء ولا ما هماش جزء من منظومه ولا عندهم امكانيات اكتر من امكانيات. يعني هل محافظ هنا عنده امكانيات اكتر من محافظ المنيا؟ لا اطلاقا ولا حاجه. هي طيب بس عايز اخلص النقطه دي قبل ما نيجي لمساله التسويق السياحي، باعتباره انه السياحه منتج ومهم جدا ان انا اسوقه بشكل كويس. يعني السياحه الداخليه في الفتره الاخيره احنا لاحظنا انه حتى المواطن المصري اصبحت نزعته الى انه يقضي اجازاته او فسحه بره مصر اكبر، وفي الغالب بتلاقي الناس ما عندهاش معرفه كفايه حتى عن بلدها، يعني مع انه ربما لو يعرف كفايه هيفضل انه يعمل سياحته جوه. يعني هرجع اقول لحضرتك برضه تاني، دي برضه منظومه متكامله. حتى السياحه الداخليه دي منظومه متكامله يجب ان يدخل فيها هيئه الاستعلامات ووزاره التعليم اللي هو التعليم العادي قبل التعليم العالي والتعليم العالي، دي كلهم لازم، وزاره الاتصالات ووزاره المواصلات، كل دول لازم يتدخلوا. ليه؟ لان حضرتك عشان تكون طالب في مدرسه عايز تروح تزور اسوان، فلازم المدرسه توفر لك الوقت والجهد. هي الرحلات دي لسه شغاله، رحلات قطار الشباب والرحلات الجامعيه حتى لو حضرتك هنقول شغاله، هنقول ان هي شغاله بنسبه ضئيله جدا وبجهود فرديه. يعني هتلاقي مثلا اتحاد طلبه مش عارف جامعه ايه بيعمل ايه، ده الموضوع مش كده. لا الموضوع ما ينفعش يكون كده، ده الموضوع عايز الجامعه تتدخل، وعايز هيئه الاستعلامات تتدخل، وعايز بتوع القطارات يتدخلوا عشان يدوهم تخفيض، وبتوع المزارات اللي هم وزاره الثقافه يتدخلوا. فالموضوع شويه معقد. ما ينفعش ان ننظر له كده نظر نقول ايه اصل الفندق ما بيديش المصري سعر إيه؟ فندق ايه وسعر ايه؟ واحنا انت خزلنا الموضوع في جزئيه صغيره جدا 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 وسيبنا كل القصه الاساسيه اللي هي المنظومه المتكامله، ومسكنا في واحد صغير خالص اقل حاجه وقلنا اصل الفندق بيدي سعر عالي. مش دي الحقيقه، مش دي حقيقه اطلاقا. بس البعض بيقول انه انا اوفر لي ان انا اروح اقضي رحله في تركيا من ان انا اقضيها هنا في مصر. هو ليه بقى حضرتك كده؟ ان هو عنده قدره ماديه انه يروح تركيا؟ لا انا اقصد ان البعض بيقول انه اوفر. لا هو مش اوفر طبعا، هو عنده قدره انه يروح تركيا وعنده حاجه يعني عامله له اللورنج، عامله له يعني جذب انه يروح تركيا، في حين ان المقابل حضرتك مش عامل جذب. انت مش عامل له جذب انه يروح شرم الشيخ، واحنا مش عامل له جذب انه يروح النقطه دي لانه اهميتها انه بالاضافه لانه الدخل من السياحه او 19% من الناتج القومي الاجمالي دول مهمين، لكن هم ايضا جزء كبير من اهميتهم ان هم بيجوا عمله صعبه. فانا لما بعمل سياحه للمواطن الداخلي للخارج بعكس الموضوع تقريبا. يعني طبعا ده في ناس قاعده تهاجم الحج والعمره فترات طويله، يقول لك ان بياخدوا فلوس البلد ويطلعوها بره ويحولوها. الحقيقه الناس دي لقت اللي يرد عليها ويحولوها العمله صعبه. عايز اقول لك يعني ان من باب اولى بقى طبعا احنا نتكلم طبعا صح ان ده انت بتتكلم على اللي رايح بقى تركيا ولا اللي رايح ماليزيا بيصرف عمله فعلا صعبه في غير يعني محلها، في حين ان هو اللي رايح السعوديه او اللي رايح الاراضي المقدسه بيصرفها في محلها طبعا لا شك. طيب احنا بنتكلم عن برضه بناء المقومات وده شيء مهم. احنا من فتره كان الكلام عن المتحف الكبير او اللي المفروض يتبنى في منطقه الاهرامات او قريبا منها، ده كان حديث الساعه زي ما بنقول فيما يخص السياحه. ملاحظين ان احنا انه في الفتره الاخيره ما عادش الكلام عن موضوع المتحف الكبير. هو لان حضرتك ما تحولش الى مشروع قومي. هو لازم النهارده عشان نقول لحضرتك اي مشروع النهارده السد العالي حضرتك مش عارف تذكره ولا ما تذكروش. طبعا السد العالي ده يعني لا حضرتك تذكر ايامه يعني القومي الاهم يعني. ايوه في الوقت ده ازاي ان هم عملوا منظومه كامله تقول ان ده مشروع قومي. فكان كل الشعب بيتظافر مع البرج وهو بيتبني. كان يعني حولوه الى مشروع شعبي. يعني لازم ان انا النهارده لما اجي اعمل مشروع زي ده اشعر الشعب بالمشاركه فيه. انا قلت حاجه من شويه كوميونتي، لازم اعمل حوالين الاثر مجتمع يسانده ويؤيده ويزوره ويحبه ويرتبط بيه. فانت حضرتك لما تيجي تعمل حاجه زي كده وتاخدها في المغاره وتقول لي انا بعمل متحف وانت مالكش دعوه وانا المسؤول عنه، خلاص فصلتني، اتفضل اعمله. هعمل انا ايه بقى كده؟ هنقض. صحيح. هقول لك والله اصل المتحف ده موقعه غلط ومكانه غلط، وهتسمع مني كلام كتير. لو انا سمعت مني كلام ايجابي شويه هتسمع من 1000 غيري كلام سلبي.
لانك عملت المشروع مشروع شخصي، حولته الى مشروع شخصي. لا، يجب ان تكون كل مشروعاتنا الهامه مشروعات قوميه يشارك فيها المجتمع، سواء بالتخطيط او التنفيذ او المتابعه. يشعر يشوف الارقام دي، المتحف ده بيكلف كام وفلوسه جايه منين ومين القائم عليه ومين اللي بيعمله، وكل يوم والتاني نصوره ونعمل له، مش عايز اقول لك بقى نعمل له اغاني وافلام زي سد العالي، بس لا، نشعر الناس باهميه الموضوع وترابطهم بيه، لكن ما افصلهمش. في هذا الجزء من الحوار حاولنا ان احنا نقدم نقد ذاتي موضوعي، باعتبار ان احنا كلنا شايفين ان مصر ممكن يعني دخلها من السياحه وعدد السياح اللي بيزوروها يكون افضل من كده بكتير. في الجزء الثاني بعد الفاصل ان شاء الله هنتكلم عن مفهوم السياحه الالكترونيه ومساله التسويق السياحي ومستقبلها في مصر وفي منطقه الوطن